هنتكلم النهارده عن مجال من اهم المجالات المطلوبه جدا من طلاب الثانويه العامه والدبلومات الفنيه، لان بكل بساطه المجال ده شغله محفوظ، هتتخرج وتشتغل على طول. يا ترى ايه هو المجال اللي هتتخرج وتشتغل منه على طول؟ المجال بتاعنا في القطاع الطبي، باختصار كده معهد فن صحي. بدايه كده لو انت مش متابعني فاعرف من نفسك ان فايتك كتير، فعشان ما يفوتكش حاجه متنساش تعمل لايك الفيديو ده واشترك في القناه وفعل زر الجرس، عشان الفتره اللي جايه ان شاء الله في محتوى جامد جدا لطلاب ثانويه عامه. هعرفكم بالكليات ونتكلم ونعمل كل حاجه، ويعني انا مش عايز احرق حاجه، فظبط الدنيا كده، لايك واشتراك، ويلا بينا نشوف كليه او معهد فن صحي هنعمل فيه ايه. انا قلت في بدايه الفيديو كليه او معهد فن صحي، يا ترى في فرق اصلا ما بين الكليه وما بين المعهد؟ ايوه في فرق ما بين الكليه والمعهد. الفرق باختصار كده في المسمى الوظيفي، وكمان في الشهاده اللي انت بتاخدها. شهاده المعهد غير شهاده الكليه، ما تقلقوش هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. فيلا نشوف كده معهد فن صحي الدراسه فيه كام سنه ونظبط الدنيا مع بعض. بدايه كده معهد فن صحي من اهم المجالات اللي عليهم اقبال شديد جدا. انا عايزين نتكلم مع بعض كده، يعني من اخ كبير بينصح اخواته الصغيرين. احنا دلوقتي في زمن عايزين ايه؟ احنا في زمن عايزين فلوس طبعا. للاسف الحياه ما بقتش يعني مش سهله قوي، فاحنا عايزين مجال او وظيفه تضمن لنا فلوس حلوه. ان شاء الله انت هتلاقي كل خير في المجال ده، لان بكل بساطه انت بتتخرج شغلك بيكون موجود، على عكس مثلا كليه تجاره واداب وزراعه والكليات دي كلها. ده مش تقليل منهم ولا حاجه، بس على الاقل انت بتتخرج وبتلاقي وظيفتك، على عكس الكليات التانيه دي انت لسه بتتخرج وتبدا تشوف شغل بنفسك. معهدنا معهد فن صحي عباره عن 2.5 سنين. طيب انا ما قصدتش في الدراسه 2.5 سنين، او يعني كلمه نص دي غريبه عليها شويه، انا هقول لك ازاي. معهد فن صحي عباره عن 2 سنين دراسه عاديه في المعهد، ونص سنه او 6 شهور امتياز كتدريب اجباري، زي مثلا كليه تمريض 4 سنين وسنه دراسه، زي كليه طب بشري 5 سنين وسنتين امتياز، زي مثلا اسنان 5 سنين وسنه امتياز. بس الفرق ان فن صحي عباره عن 6 شهور بس امتياز. الدراسه في معهد فن صحي مش اسهل حاجه، الدراسه عندنا باللغه الانجليزيه، فلازم الانجليش بتاعك يكون حلو الى حد ما. كمان معهد فن صحي ملوش اي اختبار قدرات، يعني انت بتكتب في التنسيق وبيجي لك وان شاء الله بتكون خريج من معهد فن صحي. مش كده بس، كمان الشهاده اللي بتقدمها لك فن صحي هو شهاده فوق متوسطه، ونعرف ان شاء الله مع بعض ايه هو الفرق ما بين الشهاده المتوسطه وفوق متوسطه والبكالوريوس او المؤهل العادي. خدوا بالكم كمان معهد فن صحي بياخد من طلاب دبلوم الصناعه من قسم كهرباء، وبياخد كمان من طلاب دبلوم التجاره في قسم التسويق والاداره. يعني عندك تقريبا 3-4 مجالات عايزين يخشوا معاك معهد فن صحي. معهد فن صحي فيه اقسام كتير جدا وتخصصات مختلفه، زي ما اتفقنا مع بعض. معهد فن صحي عباره عن 2 و6 شهور امتياز، والطلاب علم علوم وعلم رياضه، والاقسام اللي موجوده فيه بتختلف من جامعه للتانيه، بس في ما لا يقل كده عن 8 9 10 اقسام. واشهر الاقسام اللي موجوده فيه قسم تراكيب الاسنان، الاشعه، صيانه الاجهزه والتمريض، والصناعات الدوائيه والتغذيه العلاجيه، وكمان المختبرات. طيب انا كخريج معهد فن صحي هشتغل فين؟ ايه المكان اللي انا هشتغل فيه او وظيفتي هتكون فين؟ اول حاجه والاساسيه في المستشفيات زيك زي اي حد في القطاع الطبي. تاني حاجه كمان في مراكز الاشعه. تالت حاجه في مراكز التحاليل. تعالوا نتكلم كده، ناخد نبذه عن كل قسم باختصار شديد جدا. اول حاجه قسم تراكيب الاسنان، انت بتكون مؤهل وبتدرس كل حاجه ليها علاقه بتركيب الاسنان وبانواعها وكيفيه تركيبها. تاني قسم معانا وده اهمهم واشهرهم هو قسم الاشعه، وبتتخرج منه على درجه فني اشعه. لو لا قدر الله حد عندك تعب او انت تعبت تروح تعمل اشعه، الشخص اللي بيعمل لك الاشعه ده بيفتح الجهاز وبيحط الصبغه وكل الاشعه دي كلها، والشغل ده كله خاص بخريجي طلبه فن صحي شعبه اشعه. يعني لو انت دخلت قسم اشعه ده هيكون شغلك بالظبط، شوف هو بيعمل ايه وانت ان شاء الله هتكون مكانه. الشعبه اللي جايه هي شعبه التمريض، ودي شعبه من اهم الشعب الموجوده في معهد فن صحي، لان تقدر بعد كده ان شاء الله لو انت تفوقت في معهد فن صحي انك تكمل كليه تمريض لو انت كنت في شعب التمريض. طبعا زي ما احنا عارفين من اسمها التمريض، بتكون ممرض او الشغل التمريض البحت، الكانيولات، الرعايه الصحيه، استشاره العنايه المركزه في العمليات، كل الحاجات اللي ليها علاقه بقسم التمريض. في قسم مهم جدا معانا خاص بطلاب علم رياضه، وهو قسم صيانه الاجهزه. انت كواحد خريج رياضه او يعني فاهم في الحسابات والشغل ده وبتشغل دماغك شويه، يبقى القسم ده ليك. طبعا كل ده كوم، والصناعات الدوائيه والتغذيه العلاجيه، وبتكون منهم مفتش صحه، ده كوم تاني خالص يعني، غير كمان المختبرات وصحه
بنصح بالعنايات والكانيولات. طيب حلو قوي لحد كده، يلا بينا نتكلم مع بعض عن مميزات وعيوب معهد فن صحي من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير جدا. اول حاجه هتكلم عنها هي المميزات. مميزات معهد فن صحي هو قصر المسافه، يعني انت بتتخرج في 2.5 سنين بالظبط او 2 سنين و6 شهور بيكون انت خريج رسمي وبتخرج بتشتغل على طول، على عكس طبعا كليه تمريض 5 سنين بحالهم، على عكس مثلا طب بشري 7 سنين بحالهم. لو انت خلقك ضيق يبقى المعهد ده يعني هيكون حلو معاك قوي. تاني ميزه معانا ودي تعتبر اهم ميزه في معهد فن صحي واللي ناس كتير بتخشها عشانه اصلا، الا وهي التكليف والشغل. يعني انت بتتخرج من المعهد بتاعك بتشتغل على طول، بتستلم وظيفتك في المستشفيات ويعني الدنيا بتكون تمام وزي الفل معاك قوي. تالت حاجه كمان هي فرص السفر. عايز اقول لكم ان فرص السفر بتكون متاحه في كل كليات القطاع الطبي، بس اشهرهم طبعا طب بشري وتمريض ومشتقات، سواء فن صحي او فنون تمريض او كليه تمريض. فما تقلقش ان شاء الله فرص السفر متاحه جدا لجامعه فن صحي. الميزه اللي معانا والاخيره انا شايفهم بصراحه من اهم المميزات، انت ممكن تكمل كليتين من كليات كبار جدا. اول حاجه كليه تمريض، تاني حاجه كليه العلوم الطبيه او العلوم التطبيقيه. زي ما عرفنا مع بعض لو انت خريج شعبة تمريض في معهد فن صحي يبقى ممكن تخش كليه تمريض وتكمل يكون معاك بكالوريوس او مؤهل عادي. نفس الكلام ينطبق على كليه العلوم الطبيه التطبيقيه، ممكن تكمل فيها وشهادتك بتكون اعلى. زي ما اتكلمنا عن المميزات يلا بينا نتكلم عن عيوب معهد فن صحي. معهد فن صحي زي ما اتفقنا مع بعض وقلنا مؤهل فوق متوسط، ناس كتير ما فهمتش يعني ايه مؤهل فوق متوسط. طيب ركزوا معايا كده، اول حاجه نعرف مؤهل متوسط يعني ايه. مؤهل متوسط يعني لو انت مثلا خريج دبلوم صنايع او انت مثلا خلصت اعدادي بعد كده دخلت مثلا دبلوم زراعه، دبلوم تجاره، دبلوم مثلا صنايع، اتخرجت واشتغلت بيها على طول، يبقى انت كده مؤهل متوسط. دي كده اول درجه من درجات المؤهلات. تاني درجه معانا هي درجه معهد فن صحي وفن تمريض، الا وهي المؤهل فوق المتوسط. خلاص بقى احنا اتكلمنا عن المتوسط وقفلناه، دلوقتي فوق المتوسط. المؤهل الاخير معانا وده طبعا اعلاهم هو المؤهل العالي، يبقى كده متوسط فوق متوسط مؤهل عالي. مؤهل عالي هو خريج مثلا كليه تمريض، كليه علوم الطبيه التطبيقيه، كليه تجاره، كليه طب بشري والحاجات دي كلها. عشان كده بقول هي ميزه ليك اصلا لو انت خريج فن صحي وحابب انك تكمل كليه التمريض عشان تطور من شهادتك، يبقى مفيش اي مشكله، طبعا ده كله زياده ليك. طبعا ده ممكن يكون ضغط وستريس على الطالب شويه ان هو يكمل الكليه بعد كده عشان يطور من شهادته، لكن لو انت مش فارق معاك حوار الشهاده والمسمى وظيفي وكده مفيش مشكله، 2.5 واشتغل على طول. اخر عيب معانا هو انك للاسف ما ينفعش تعمل ماجستير او دكتوراه او دبلومات من معهد فن صحي، لان شرط من شروط الزمالات والدبلومات والحاجات دي كلها ان يكون معاك مؤهل عالي هو كليه تمريض. طبعا ده انا بتكلم في المجال، طبعا ممكن انت زراعه اداب تجاره اي كليه مؤهل عادي ممكن تعمل كلام من ده عادي، بس انا بربطها بس او بقربها لك بالمجال الطبي بتاعنا. طبعا ده بيزود العبء عليك انك تكمل كليه تمريض او كليه العلوم الطبيه التطبيقيه، بس انا بصراحه مش شايفها عبء او مش شايفها ضغط عليك، مفيش مشكله وانت طورت من نفسك، كل في الاخر ليك. طيب واحد يقول لي مثلا انا مش فارق معايا، مفيش مشكله، بس انا يعني من وجهه نظري شايف ان البنات ما تفرقش معاها خالص، لكن الولاد ممكن تفرق في يا عم زياد. انا هقول لك، لو انت واحد مثلا زي حالاتي ليك جيش، تمام، الجيش المؤهل المتوسط غالبا بيخش مثلا تقريبا 3 سنين غالبا لو انا فاكر صح، لكن مؤهل فوق المتوسط بيخش 1.5 او 2 سنين، لكن مؤهل عالي بيخش جيش 1 بس. فلو انت عايز تهرب من الجيش او يعني طبعا مش هتهرب من الجيش كلنا كده لابسين يعني حتى لو لابس نظاره، لكن لو انت عايز تهرب من او تقلل المده بتاعت الجيش بتاعتك يبقى يعني يفضل انك تكمل كليه تمريض او كليه علوم طبيه تطبيقيه، لان لو انت فضلت بالمؤهل فوق المتوسط يبقى هتخش جيش على الاقل 1.5 سنة. طبعا مش شايفها عيب خالص، لو انت مش فارق معاك مفيش اي مشكله، بس انا قلت حبيت اوضح لك الامور كده بالنسبه للشباب. اتكلمنا عن كل حاجه في فيديو النهارده من مميزات وعيوب، يلا بينا نتكلم عن اخر حاجه وهي التنسيق. معهد فن صحي بيتراوح درجاته او التنسيق بتاعه ما بين 70 ل 80%، ممكن كمان يوصل ل 65%. طبعا شعبة علم علوم بتكون اعلى شويه من علم رياضه، علم رياضه بيكون اقل من علم علوم مثلا غالبا بحوالي 5 او يعني من 5 ل 7%، بس انا بصراحه بتوقع التنسيق يكون عالي شويه السنه دي، لان معهد فن صحي او الحاجات اللي ليها شغل بيكون عليها طلب كبير جدا، لان زي ما قلت لك في بدايه الفيديو فكر وشوف احنا في يعني في زمن عايزين فيه فلوس، عايزين شغل على طول، ما نخرجش نقعد نبص بصبعنا ونقعد نتخرج، لا فكر واشتغل وان شاء الله توصل لكل حلمك. بس كده فيديو النهارده خلص، كان فيديو خفيف وظريف كده ولطيف. لو انت استفدت من الفيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه، عشان الفتره اللي جايه هنتكلم عن كليات كتير ومعاك كتير جدا، فيعني اشترك في القناه واكتب لي في الكومنتات ان شاء الله يعني حابين نتكلم عن كليه ايه الفتره اللي جايه، ان شاء الله هنصور مع بعض، واكتب لي في الكومنتات رايك في الفيديو ده وان شاء الله هرد عليك بنفسي. وما تنساش اهم حاجه فولو على الانستجرام. كان معاكم اخوكم طبعا زياد الحصري وشكرا.